ان شاء الله في الفيديو نوريكم الطريقه كيفاش تركبوا الخيط في الماكينه ديال بيكوز. تابعوا معنا الفيديو. كما كتركب الخيط في البورطوبين هو الاول. ثاني حاجه كنجيو باسفيل اللي كيكون فوق الراس ديال الماكينه، كنمروا منه الخيط. من بعد كنمشيو للطونسيو الصغير، كندوزو الخيط في الطونسيو اللي الصغير لهنا. هذا الطونسيو الصغير كيكون مسؤول على الكوفيل، يعني مثلا الخيط كيبقى قصير ولا طويل في المقاس ديال الماكينه. ملي كنسالي الخياطه ديالي، اذا بغيت الخيط قصير او طويل كنتحكم منه بهاد الطونسيو هذا. من بعد كنهوك كنمرر الخيط ديالي من باسفيل ديال الطونسيو الكبير. الطونسيو الكبير هو اللي كيكون مسؤول مثلا على التخرص. مثلا كنت عندي الخياطه مخرصه كنزير مع الطونسيو الكبير. ومن بعد كنطلع الخيط لي طوندور ديال الخيط. من بعد الطوندور كنهبط الخيط ديالي في باسفيلات باش كنهبطو اليبره. كيبقى لي باسفيل ديال اليبره، ومن بعد كنسلك في اليبره. اليبره كتزلك على يدك ديال الشمال. ملي كتكون جالس الماكينه كيدخل الخيط للاتجاه ديال يدك الشمال. ملي كتشوف انا زلكت اليبره ديالي هنا، كيبقى لي الخيط ديال العمار، الجهاز ديال التعبئات ديال الكانيط. كندخل في الخيط في الطونسيو اللي كيزيرنا الخيط ديال جهاز ديال التعبئه ديال الخيط، ومن بعد كنمرر الخيط للكانيط.